السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم بوصفة جديدة من وصفات مطبخ أم يارا. النهاردة إن شاء الله وصفتنا جميلة جدا، كنا بناكلها في المدارس إحنا وصغيرين، كنا بنشتريها الصراحة. كان بتلاتة ب50 قرش. كان أيام زمان طبعا الدنيا كانت رخيصة شوية. هي الكوجك أو رأس العبد. إحنا كنا صراحة لما بنيجي نتكلم نقولهم إحنا عايزين كوجك. رأس العبد دي أنا لسه عارفاها قريب، يعني معرفش إن هي اسمها كده. بس جميلة جدًا وطعمها تحفة، وأنا عملتها بطريقة سهلة جدًا، وهي شبيهة بالمرنج من جوّه ومن برّه شوكولاتة طبعًا. الوصفة إن شاء الله هتعجبكم، بس أهم حاجة ما تنسوش تحطوا لي اللايك والشير وكمان السبسكرايب وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل جديد. نبتدي مع بعضينا الوصفة. معانا كيس بسكوت اللي هو بسكوت دهب أو أي بسكوت مدوّر أنتِ بتحبيه يعني بتفضّليه. ومعانا 3 بيضات، 3 بياض بيض، 3 من بياض البيض. ومعانا نص كوباية سكر، وربع كوباية من المية، وربع معلقة صغيرة من الملح، وكمان فانيليا. ودي كل المقادير بتاعتنا. هنجيب مية بخار وهنحط عليها يعني حمام بخار كده، وهنحط عليها البيض، بياض البيض، وهنحط عليها كمان السكر ومعاها المية. وطبعا ما ننساش الفانيليا. نقلب المكونات كلها مع بعضيها. اول حاجه انا ضربتها بالمضرب اليدوي وضربتها جامد، يعني انا سرعت معاكم الفيديو لكن ما قطعتش منه حاجه، سرعته بس عشان اوريكم ان انا يعني قلبت كتير وكده، لان لازم السكر يدوب في الخليط اللي انا عاملاه ده. وانا فضلت ان انا البس كيس طبعا واتاكد ان مفيش سكر خالص في القاع البيض. واتاكدت تماما ان هو داب وبقى كويس خالص، ودرجه الحراره بتاعتها كانت دافيه. ما كانتش سخنه بس كانت دافيه، علشان اعرف امسكها كويس بيدي يعني. وبعد ما اتاكدت انا جبت المضرب الكهربائي وضربت اول حاجه على سرعه قليله. واول ما ضربته على سرعه قليله استنيت شويه لمده بس 5 دقايق كده او اقل شويه، وبعد كده رحت زودت السرعه عليها. انتوا بتلاحظوا ان هو كل شويه اللون بيفتحها، عن الاول بيدي لون الابيض الفاتح، لون المارنج يعني اللي انتوا عارفينه. واهو زي ما انتوا شايفين طبعا قعد يضرب، ضربته يعني اكتر من 10 دقايق. فادى معايا القوام اللي انتوا شايفينه ده اللي هو عامل زي المنقار او عليه سن يعني. انا فردت البسكوت زي ما انتوا شايفين بالطريقه دي. فردت البسكوت. طبعا البسكوت ده كان ممتاز جدا، بسكوت دهب مدور وشكله حلو ومناسب جدا للوصفه. وجبت اللي هو القمع المناسب ليه برضو. وبرضو حطيت الكيس، كان عندي كيس حلواني. لو عندك كيس سيليكون هيكون احسن بكتير، يعني اللي هو الكيس حلواني سيليكون هيكون احسن بكتير من الكيس العادي. هو على العموم يعني قضى الغرض وكده وتمام يعني حلو. اوريكم انا ازاي عملته. طبعا قربت الكاميرا شوية عشان اوريكم انا لفيته ازاي. وطبعا ما تنسوش تحطوا لي اللايك والشير والسبسكرايب، وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل جديد. اللايكات عندي يا جماعة ضعيفة جدا. يا رب ان شاء الله كده قناتي تكبر بيكم. انا بوريكم ازاي انا عملته بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. وهي كانت صراحة طريقة سهلة جدا وجميلة، وطعمها عامل زي من جوه طعم المارينج ومن بره طبعا شوكولاتة. وكوجك العبد دي من الحلويات الجميلة جدا اللي كنا بناكلها احنا وصغيرين، ورخيصة جدا لكن دلوقتي غالية. في بتتباع منيها كتير في السوق، بس طبعا غالي. يعني تعمليه في البيت احسن ما تشتريه برا زي ما انت شايفة كده بالطريقة دي. انا عملت كل الكمية اللي عندي.
وطبعا الحتة اللي تبقى ما فيهاش يعني من الكوجك ده انا بحطها. انا جبت ورق زبدة عشان افرد عليه الكوجك العبد. وطبعا الشوكولاتة دي انا سيحتها في الميكرويف، بس زودت عليها حباية من الزيت. حبيت اوريكم انا عملتها ازاي. انا ما دخلتهاش كلها طبعا عشان البسكوت من تحت يبان. فانا جبت معلقة وحطيتها من فوق كده زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي. اتمنى قناتي تكبر يا جماعة، يا رب ان شاء الله، باللايكات بتاعتكم والاشتراكات ان شاء الله باذن الله. انا بوريكم دلوقتي ازاي انا بعمل الكوجك العبد. هو طريقة سهلة جدا يا جماعة والله، ومش مكلفة كتير ولا حاجة. وانا طبعا عملت حاجة تانية كده بصفار البيض اللي اخدته، هبقى اوريه لكم فيديو ان شاء الله. انا جبت شوكولاته بيضه طبعا عشان خاطر يعني اكسر اللون بس واعملها اشكال كتيره. الطبق الصغير دي اديت له لمعه، اللي هو حطيت له الجليتر بتاع التورت من فوق لون فضي بالشكل اللي انتم شايفينه. وبقيه الكوجك العبد حطيت له فرماسيلا الوان بالشكل دي. طبعا كانت الطريقه جميله جدا. بعد كده بياخد وقت انت تحطيه في التلاجة الاول عشان الشوكولاتة تجمد ويبقى شكلها كويس ويبقى زي اللي بيتباع بالظبط في الشارع او بيتباع في المحلات. المفروض ان هو ياخد حوالي ساعتين في التلاجة عشان الشوكولاتة بس تجمد تبقى كويسة. لو عايزة تخليها من بالليل للصبح يا ريت برضو، هتبقى احسن بكتير. اهم حاجه ما تنسوش طبعا اشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل جديد من مطبخ ام يارا. وان شاء الله الفيديو يعجبكم، وبالهنا والشفاء من مطبخ ام يارا. السلام عليكم.